اي حد قرر ان هو يربي فرخ التسمين الفرخ الابيض، الكلمتين دول مهمين جدا. ما ترموش فلوسكم في الارض، ما تجيبش كتكوت ابيض وتربيه من غير ما تعرف ازاي تكسب من الكتكوت ده وتطلع منه مكسب كويس. ازاي اجي اخر الدورة اطلع اوزان كويسة عشان اقدر احقق ربح. لو قررت ان انت تربي فراخ بيضة، يبقى لازم تكوني حريصة انك تشوفي المنظر ده عندك اغلب الوقت. المنظر ده يكون موجود عندك باستمرار طول اليوم، طول اسبوع التحضير. الكتاكيت المنتشرة في المكان، الكتاكيت اللي بتنقر على طول في الاكل وبتاكل. الناس اللي بتقولي ان سحب العلف عندي في الكتاكيت ضعيف، معنى ان يكون عندك سحب علف ضعيف من اول يوم ولا تاني يوم طول اسبوع التحضير، ان انت كده هيبقى عندك فرخ تعبان، ان كده هيبقى عندك اوزان مش كويسة. السؤال بقى ازاي اخلي الكتاكيت تاكل؟ ما انا سحب العلف عندي ضعيف، الكتاكيت عندي قدامها العلف ومش بتاكل. ازاي احس الكتكوت على انه هو ياكل وينتشر زي كده زي ما انتوا شايفين؟ طب انا عملت ايه للكتاكيت دي عشان تاكل كده اول ما انزل الاكل؟ هل انا جوعت الكتاكيت عشان اول ما انزل الاكل بالطريقه دي الكتاكيت تتلم عليه؟ الكتكوت الابيض لازم يكون شبعان طول اسبوع التحضير. حصلة الكتكوت لازم تكون مليانة أكل وعلف، مينفعش الكتكوت تكون حصلته فاضية أو فيها علف بس أو فيها مية بس. مش هتشتري حاجة بفلوس. هما كام نصيحة أنا هقولك عليهم تعمليهم علشان تخلي الكتاكيت تاكل بالشكل ده. مادام انت جايبة كتكوت كويس ومادام انت منزلة علف كويس، يبقى الكلام اللي هقولك عليه ده بس هو اللي هينقصك عشان تطلعي فراخ كويسة وأوزان كويسة. بس يلا كده بينا صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك ليا وليكم جميعا. النهارده اليوم الثالث من عمر الكتكوت الابيض. صلوا بينا على رسول الله وحطوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك وفعل زر الجرس لو اول مره تزور قناتي. وتعالى اقول لكم على شويه حاجات بسيطه جدا هتعملوهم علشان تخلوا الكتاكيت تبقى عندكم منتشره وتاكل بالشكل ده. اول حاجه العلف المتجدد، الميه المتجدده. يعني ايه الكلام ده؟ الكتكوت الابيض فيه ميزه كده ان هو اول ما بيلاقيك هتنزل علف، حتى لو انت حاطط قدامه علف باستمرار طول الوقت، بس انت لو حبيت تنزل الكتكوت علف جديد، اول ما هيسمع صوت العلف وهو بينزل في الطبق او على الكرتونة، هتبص تلاقيه قام ودور على الاكل وقاعد ياكل في العلف الجديد. نفس الكلام برضو مع المية. لو هو قدامه مية وانت جيتي شلت المية اللي قدامه وحطيت مية جديدة، هتبص تلاقي الكتاكيت اتجمعت على المية كأنها عطشانة. معنى كده ان انا لما هجدد العلف للكتاكيت باستمرار والمية، انا كده بحسهم على ان هم ياكلوا ويشربوا. بلاش موضوع ان احنا نحط علف كتير قدام الكتاكيت ونقول العلف موجود قدام الكتاكيت وهي مش بتاكل. الكتكوت بيحب العلف المتجدد. اولا، العلف اللي بيكون موجود باستمرار في مكان التحضير بياخد حرارة المكان، يعني معنى كده العلف بيسخن. المية اللي بتكون موجودة في فترة كبيرة في مكان التحضير بتسخن، لأن الجو أساسا اللي عايشة فيه الفراخ جو سخن، حرارة عالية. فشيء طبيعي العلف لما هيقعد فترة قدام الكتاكيت فكده هو هيسخن، والمية نفس الكلام. فالكتكوت بقى مش هياكل العلف السخن ولا هيشرب المية اللي هي سخنة. انما انا لما احط شوية علف كده قليلين والكتاكيت ياكلوهم، واكون بقى مخلية بالي اول ما الاقي الكتاكيت خلصت العلف اللي قدامها اروح منزلة علف تاني جديد. كده انا بحس الكتكوت وبشجعه على ان هو ياكل باستمرار. اول ما الكتكوت هيسمع صوت العلف وانا كده برميه في الطبق او برميه في الكرتونة، الكتكوت هيقوم ويدور على الاكل ده وينزل ياكل. بالنسبة برضو للمية نفس الكلام. المية ما تقعدش في مكان تربية الفراخ أكتر من 5 أو 6 ساعات بالكتير. وبلاش كمان إن المية تكون موجودة قريبة من مصدر التدفئة. السقاية تحت اللمبة على طول أو جنب الدفاية خليها بعيد شوية علشان ما تسخنش. حاجة كمان إن العلف لازم يكون موجود أول ما الكتكوت ينزل الأرض. أنا قلت إن أنا بحط العلف أساسا قبل ما أنزل الكتكوت بكام ساعة علشان العلف ياخد جو الغرفة. مش عايزة العلف يكون مثلا ساقع، احنا دلوقتي في الشتاء، فده شيء طبيعي ان اي حاجة حوالينا بتكون ساقعة. لا، انا عايزة المية والعلف يكونوا موجودين في المكان اللي احنا بنحضن فيه قبل ما ننزل الكتكوت. في حاجة كمان كده بخصوص المية اللي احنا بننزلها للكتاكيت، بلاش ان احنا ننزل مية على طول ساقعة من الحنفية. المية اللي احنا هنشيلها من قدام الكتاكيت طبعا واخدة الحرارة اللي موجودة في المكان، يعني المية لحد ما بتكون دافية شوية لان المكان دافي. فشي طبيعي ان المية دي بتاخد درجة حرارة المكان.
فلما انا بقى حاجة اشيل المية الدافية دي وهنزل مية ساقعة من الحنفية، فكده انا هعمل عند الكتكوت مشكلة تنفسية ومشكلة برضو معوية. وعلشان احنا في غنى عن المشاكل دي كلها، فياريت بلاش ننزل الكتاكيت المية مباشرة من الحنفية. المية وهي نازلة في الحنفية حاليا في الشتاء بتكون ساقعة، وفي نفس الوقت برضو مش عايزة مية سخنة، يعني ما اروحش ازود مية سخنة واخلي المية سخنة، لا، ما انا بقول المية لما بتسخن في المكان الكتكوت مش بيشربها. احنا بس ممكن نضيف حبة مية صغيرين دافيين للمية الساقعة اللي هي نازلة من الحنفية، بحيث ان هي تكون مية طبيعية الكتكوت يشربها ما يتأذيش منها، وفي نفس الوقت ما يكونش مية دافية جدا او سخنة الكتكوت ما يرضاش يشربها. حاجة كمان مهمة وضرورية وركزوا عليها جدا، هي ان ممكن تقلل سحب العلف عندنا في الكتاكيت. حتى لو احنا عملنا كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي كلها، برضه ممكن يبقى عندنا سحب العلف ضعيف. ايه هي الحاجات دي؟ الحرارة عندنا في المكان لو هي مش مظبوطة سحب العلف عندي هيبقى ضعيف، بمعنى ان الحرارة لو عندي عالية الفرخ هيبتدي ان هو يدور على مكان بعيد عن الحرارة يركن مني جنب الحيط، فبالتالي مش هيدور على الاكل ولا هياكل. في نفس الوقت برضو لو الحرارة عندي في المكان نازلة، برضو الكتاكيت هتبتدي تلم وتكش على بعضها ومش هتدور على الاكل. في الوقت ده سحب العلف عندي هيبقى ضعيف، وفي نفس الوقت الكتكوت برضو هيبقى ضعيف. فأهم حاجة ان انت تظبط الحرارة شيء اساسي جدا ان احنا نظبطها علشان الكتكوت ياكل وينتشر في المكان زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى فيديو النهاردة يكون خلص، بس المعلومات والنصائح بخصوص تربية الفراخ البيضة لسه مخلصتش. الناس بقى اللي بتتابع الفيديو لحد النهاية، اللي مش بياخد كلمتين من الفيديو ويخرج، بيفضل ان هو بيستفيد بكل كلمة موجودة في الفيديو، اكتب الذكر اللي يجي على لسانك. مين عارف يمكن يكون الذكر ده سبب في دخولك ودخولي الجنة. كده فيديو النهاردة خلص، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.